أهلا بيكم في حلقة جديدة. زي ما عودناكم بعد كل حلقة بننزل قصة بتحكي عن الاضطراب. قصتنا النهاردة بعنوان إيدي مش بتاعي. مروان عنده 33 سنة، متجوز وعنده بنتين. راجل طبيعي جدا، بيشتغل في شركة وبيحب القهوة على الساكت، وبيحب يقفل شغله وهو ساكت كده، ما بيحبش يتكلم يعني. بس من سنة حياته اتشقلبت. بدأت القصة بعد ما عمل عملية بالمخ بسبب جلطة بسيطة أثرت على جزء معين في دماغه. الدكاترة قالوا إن هو هيرجع طبيعي، وفعلا رجع طبيعي. بس بعد كام أسبوع بدأ يلاحظ حاجات غريبة جدا. إيده الشمال بتتحرك لوحدها. كان في يوم من الأيام صحى على حركة غريبة. إيده الشمال بتشد اللحاف من عليه، رغم إن هو مش مديلها أمر إن هي تتحرك أصلا. مرة تانية كان بيكتب بإيده اليمين، لقى إيده الشمال بتشد الورقة وترميها وتقطعها. في الأول افتكر إن هو بيتوهم، أو يمكن عضلاته مش متظبطة بعد العملية. بس لا، ده الموضوع ده زاد جدا عليه. إيده بقت عايشة لوحدها، تقفل الدرج تفتحه، يجي يشرب مثلا تقوم شادة منه الكوباية، تشد حاجات من الناس، تمسح حاجات وترميها. لدرجة إن مرة ضرب بنته على وشها. هو كان مصدوم. أنا ما عملتش كده، أقسم بالله ما أنا اللي حركتها. مراته بدأت تخاف، هو بيتجنن ولا هو بيتهرب من المسؤولية. راح لدكتور مخ وأعصاب. بعد فحوصات وتقييمات الدكتور قال له مصطلح غريب: متلازمة اليد الغريب. الدماغ فيها مناطق بتتحكم بالحركة لا إرادية، وأحيانا لما بيحصل خلل أو إصابة جزء معين، ده اللي بيسببه الحركة دي أو المتلازمة دي. زي العملية اللي مروان عملها، الإشارات بتاعة المخ بتتلخبط، تبدأ اليد تتحرك كأن ليها عقل تاني. اليد بتشتغل لوحدها من غير حتى إذنه، أو من غير إن هو يسيطر عليه. طب والحل كان إيه؟ الحل إن هو بدأ يشوف دكاترة ويلف عليهم لغاية لما لقى الحل، وإن هو ما كانش سهل بس كان موجود. جلسات علاج وظيفي وتمارين للدماغ وتدريب إن هو يدمج بين الإشارات بتاعة المخ والحركات بتاعة إيده. وطبعا مع الصبر ودعم الناس اللي حواليه، مروان ابتدى إن هو يتعلم إن هو يمسك بإيده الشمال وبإيده اليمين حاجات بسيطة. وإن هو حاول أنا يقول لنفسه كده مش هي. وفي كل ما ضحك ويقول هي يمكن غريبة بس مش مجنونة ولا أنا. والدنيا بعد وقت بقت اتعدلت، وكده مروان أو قصتنا مع مروان انتهت.